مفيش فايدة فيك يا حسن، برضو ظابط المنبه بدري عن ميعاد الشغل، يعني عرفني في الحلم وفي الواقع. ايه الجو الجميل ده باين له حلم حلو قوي. بس انا ليه خايفة برضو، عاوزة اقوم، بس هقوم ازاي؟ ده انا واخدة منوم ينيمني للصبح. لا، لازم اتعود مخافش وانا نايم. فيها ايه يعني لما افضل في الحلم الجميل ده؟
امال ليه مش عارفين نعيشوا في الواقع؟ عشان ما عندناش وقت يا حنين. خضتني. سلامتك من الخضة يا روحي. يا ولا يا سلام على الروقان والكلام الحلو. انا طول عمري كلامي حلو، بس هو الروقان ده بقى ما بيظهرش غير في الاحلام وبس يا حنين. ليه يا حسن؟ عشان مارست الواقع يا حنان. الهم والروقان ما بيجتمعوش يا حبيبتي. طب بذمتك شايف الجو حلو ازاي؟ احنا ليه ما نخرجش زي كده في الحقيقة؟ من ساعة الأجازة بتاعتنا بتاعت بعد الفرحة دي ما خلصت واحنا ما خرجناش خالص. اديك قلتي ما هو مفيش اجازات، وبعدين ده شغل صبح وبعد الظهر، يبقى فين الوقت يا حنان وفين الطاقة؟ في الحلم وبس. ما تيجي نلعب؟ بجد؟ اه يا ريت. هنلعب ايه؟ نلعب ايه؟ استني. نلعب لفي. انا بقى ايه؟ ايوه هغمى عينك واستخبى. انا اللي هستخبى؟ لا انا اللي هستخبى، بلاش غباء بقى. ها، ولو جدع بقى لاقيني. حسن انا لسه هنا اصلا. انت مضغور يا حسن. حاضر. ايه؟ حسن ايه ده ماشي بجد؟ حسن يا حسن. حنان انا هنا يا حنان. خلاويص. حنان. حسن يا حسن. يا حنان. حنان فشتيني. بتلعبي استغماية في الحلم يا حنان؟ اه بس ده اول دور. انت قومتني ليه؟ ربنا يكملك بعقلك يا حنان، ربنا يكملك بعقلك يا بنتي، والله صغيره. انت ايه نايمك على الكنبه؟ وبعدين مش عندك شغل؟ يلا ماما هتاخري. حسن استنى. انت عارف انا حلمت بايه؟ يا دي ام الاحلام يا حنان اللي هتاكل دماغك. وفيها ايه بقى لما تاكل دماغي؟ عشان دماغك مش ناقصه يا حبيبتي، ما هي متاكله اهي. مش احسن ما الهموم هي اللي تاكلها؟ طب بمناسبه الاكل، احنا عندنا غدا النهارده. طب حاله المحشي بتاعت ماما فاضل فيها حاجه ولا خلصت؟ يا اخي خلصت روحك، محشي على الصبح منك لله. فصلتني ونسيتني الحلم اللي كنت بحلمه. ليه ابقي نامي بدري يا حبيبتي واحلميه من اوله. سلام. الو. ايوه يا ماما. ايوه يا حنان، مالك يا بنتي بتنهاجي كده ليه؟ لا ابدا يا ماما، لسه راجعه من الشغل بس وعايزه الحق قبل الغدا. اكل ايه يا ام اكل؟ اللي ما كنتيش واخداه مني متحضر ومجهزهولك على التسويه. ما انا بسويه اهو يا ماما. طب بقولك ايه، بتعالي بالليل شويه النهارده انتي وحسن عشان هنتفق ونقرا فتحه ايمان اختك. بجد؟ اخيرا علي جاي يخطب ايمان. علي مين يا بنت؟ ده العريس محمود ابن عمتك وجايين يتفقوا النهارده. محمود ده اللي هو ازاي يعني؟ زي الناس يا ست حنان، واختك مبسوطه وموافقه، واياكي تلعبي في دماغها بكلامك اللي انا عارفاه. يا ماما ده محمود، قصدي ابي محمود. ابي محمود تكبر مني انا شخصيا يا ستي والله عارفه. تعالي بس شويه بالليل انتي وحسن
وهنبقى نقعد ونتكلم وهفهمك على كل حاجه. لا، ما هي مش محتاجة فهم. طبعا أبي محمود عريس جاهز وبقاله سنين في الكويت. ايه يعني حتى لو أكبر من إيمان ب20 سنة مش مهم. خلاص يلا روحي انتي خلصي الغدا وانجزي، ما تعطلينيش بقى. طب وعلي؟ جوه يعني مكشر، ما طقش ولا كلمة. مش لاقيين على بعض بالمرة. انت مصدقة ان اختك ايمان فرحانة؟ متضايق عشان ايمان سابت علي، مش كده؟ زعلان على علي وعشان مصطفى صاحبي وسمير وابراهيم وحسين. طب اقول لك على حاجة، انا زعلان على محمود ابن عمتك. شاب عنده 45 سنة بيسافر يتلطم في الغربة لحد ما يبقى جاهز ويتجوز في وقت زي ده. يبقى حلو يبكي يا حنان، ما يزعلش بس. عارف انت مشكلتك ايه يا حسن؟ مشكلتك انك شايل هم كل اللي حواليك، يعني مش مكفيك هموم. همي هو هم كل الناس يا حنان. بس اللي يشوف هموم الناس تهون عليه همومه على الاقل. ده لو ما بيحسش بقى وما عندوش دم. ايه مستكتر عليا اكون بحس وعندي دم؟ شكرا يا حسن. قصدك يعني اللي ما بحسش؟ غير زعل؟ يا حنان، اوقات بحس كده في البلاله يا حنان. اوقات بحس انك مش معانا في الواقع. يعني حاسه بالواقع يا حسن، بس الفرق بيني وبينك اني بحلم. الحلم هو اللي بيخفف علينا ضغط الواقع، هو اللي بيخلينا نتفائل ان ممكن يجي يوم ويتحقق. احلم يا حسن، احلم ان حالك هيتحسن انت وكل اللي حواليك معاك، وحتى لو ما اتغيرش بقى مش مهم، على الاقل اتونست بالحلم شويه بدل ما تتخنق. يا حنان، ما نمتيش ليه؟ كمان قهوة الساعة 3 الفجر؟ ما عرفتش هنام، قلت اقوم اعمل قهوه عشان اقدر اطبق واروح الشغل الصبح. خلع كده يا حنان، بالذمة ده كلام ناس عاقلين يا ماما؟ لا، كلام ناس مجانين يا حسن. يا حبيبتي انا خايف عليكي، وسعي بس كده. سيب القهوة دي دلوقتي. يلا يلا خش ناملك ساعتين ولا حاجة. ويا ست لو ما عرفتيش تصحي الصبح بدري ما تروحيش الشغل، وانا هبقى اكلمهم اعتذر لك من اي حد هناك. ياه، ده ايه الحنيه دي كلها؟ لا مش حنية، دي مش حنية، انا بس شايفك كده مرهقة بقالك كام يوم فصعبت عليا، يعني كنوع من انواع الشفقة. صبح وليل بن، هو انا بلاقي فلوس في الشارع وايه الانوار دي كلها؟ امشي يا حسن، امشي يا حسن. ماشي، اطفي النور وراكي وانت جاي. حاضر. علي يا شيخ، بيقول لك مره منجد حب يدلع ابنه اما يعمل له القطنه مش مشيه.
لك ايه يا حنان؟ ايوه. هو انت سايبه نور الحمام مطفي ليه؟ ما تقيديه بالمره، ما جاتش عليه. بطل لمطه بقى يا حسن. يعني حنان اصفى النور بقى ويخف ايدك مع كرسي الكهرباء شويه. يعني ما انت عارف يا حسن انا بخاف من الضلمه. وانا بخاف من فاتوره الكهرباء. هي دي النيله عليا. هو الشاحن فين؟ عشان الموبايل هيفصل تقريبا. هتلاقيه عندك في السراح. هي فين السراحه؟ حنان هي ايه الاقراص دي؟ دي دي شكلها غريب قوي. شكلها غريب بصراحه كده يا حسن. ده منوم. منوم؟ ايوه يا حسن، ما انت لسه قايل لي من شويه انك واخد بالك اني مرهقه وعارف اني ما بنامش بقالي فتره، فقلت اجرب. تجربي ايه؟ ومش عارفه انه غلط تاخدي النوم من غير ما الدكتور ما يكتبه؟ ومش عارفه انه يعتبر مخدر وممكن يوصل للادمان؟ ما تقلقش قوي كده يا حسن، انا واخده بالي. وبعدين ده هو نص قرص بس ومش باخده حتى كل يوم. بس هو اي حاجه تخليني انام وافصل شويه. يا سلام، انا مش عارف انت مالك بالظبط. للدرجه دي عيشتك معايا مش عاجباكي؟ انت ليه مصره تحسيني بالعجز والتقصير ان اخليكي سعيد؟ انا ما قلتش كده، انت اللي عاوز تحس بكده لوحدك. لا مش لوحدي، انا ما خدتش الاحساس ده من الهوا. ولما واحده تكون مخبيه على جوزها اللي المفروض شريك عمرها انها بتاخد راس منوم، يبقى ده طبيعي. ده لما يبقى شريكها بقى. ايوه يا حسن، انت مش شريكي غير في اللقمه اللي بناكلها سوا، في السرير اللي بننام عليه سوا، في مصاريف البيت والاقساط والديون اللي بندبرها سوا وبس. يا انت شايله ولا مش واخد بالك؟ لا واخد بالك يا حسن، واخد بالك كويس وعارف وحاسس. بس بتبرر لنفسك دايما ان مفيش في ايدك حاجه تعملها. بتبرر لنفسك دايما ان الظروف هي اللي ضغطك وانت مسكين يعني مش قادر تغيرها. بتبرر لنفسك ان مفيش وقت ولا طاقه انك تشاركني اي شيء جميل يربطنا. مستني الوضع يتحسن عشان تعيش. مش قادر تفهم، مش قادر تفهم ان طالما كده مستني يبقى تستنى وانت بتصبر نفسك وتهون عليها مش تجلدها. تستنى وانت عندك امل مش وانت يائس. تستنى وانت بتهون على نفسك ألم الانتظار بالحلم بالونس. تخلق وقت ولو دقيقة واحدة تصفي فيها روحك من ضغط الحياة. دقيقة واحدة بس تقدر تشحن فيها روحك عشان تكمل معافرة بنفس راضية. لكن انت طول الوقت بتقنع نفسك ان مفيش وقت ولا طاقة. انت نفسك قلت لي كده لما كنا بنتمشى على البحر امبارح. على البحر؟ ايوه لما كنت ساعتها في الحلم. قلت لك كده في الحلم يا حنان. وقلت لك ايه تاني في الحلم؟ مش تشاركيني احلامك؟ جايز اعرف انفذها لك. حاولت والله العظيم حاولت، بس انت دايما كنت بتستخف باللي بقوله. بتتهمني دايما ان انا اللي مش حاسه بالواقع، مش قادر تفهم ان انا حاسه بيه اكتر مني، بس بحاول اهرب منه شويه بدل ما اتخنق. حاولت كتير قوي يا شركة، بس انت كنت بتتريق عليا زي ما انت بتتريق عليا دلوقتي كده بالظبط. سيبني بقى انام عشان عندي شغل الصبح. شفت انا حاسه بالواقع ازاي؟ واتفضل ادي شريط المنوم اهو، مش عايزاه. للدرجة دي شايفاني زوج فاشل؟ للدرجة دي انا عاجز ان اكون شريك؟ للدرجة دي انت تعيسة معايا؟ بس انت يا بختك والله، على الاقل
بتعرفي تهربي من الواقع شوية، على الأقل عندك أمل وبتدوري على طريقة تخليكي أحسن حتى لو هتضرك. إنما أنا ما عنديش حتى الرفاهية دي.